الجامعة التونسية للجولف قاعدة تشجع في الشباب والشبان من مختلف الأعمار وخاصة من مختلف الشرائح الاجتماعية، وهذا هو نحن اللي يعني نطمح من وراء تواجد وزارة الشباب والرياضة في كافة هذه التظاهرات على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. ونعرف أنه السنة القادمة قدرة الإله باش يكون هنالك تظاهرات دولية على المستوى العربي أو على المستوى الأفريقي التي ستحتضنها تونس في لعبة الجولف، وكذلك وزارة الإشراف ستكون موجودة لدعم هذه التظاهرات على المستوى المادي وكذلك على المستوى التقني. تنظم الجامعة التونسية للجولف مع جمعية الجولف بكرتاج سكرة نسخة رقم 11 لكأس تونس للجولف. هذا اختتام الموسم، عرس دونك رياضي لاختتام الموسم. تشويق كان موجود في الأماكن الثانية واللي بعدهم. الحقيقة جمعية حمامات الهجياش اللي هي رابحة توا 4 مرات على بعضهم باش تربح المرة الخامسة. ان شاء الله الجمعيات الاخرين قاعدين يقربوا لها شويه، وان شاء الله جمعيه الحمامات ديما تتطور باش تصعبها شويه معناها على الاخرين، باش احنا نحسنوا المستوى نتاع الجولف في تونس الكل. دونك اجواء كبيره برشا، روح رياضيه كبيره برشا، وملعب حضرهولنا ملعب كرتاج بسكره، حضرهولنا سي ابراهيم بوقره يعطيه الصحه بامكانيات قليله، عمل لنا ملعب جميل جدا، لي كونديسيون باين برشا. وان شاء الله العام الجاي نعاودوا. دونك عندنا برشا تورنويات جدد باش يصيروا، كأس افريقيا للشباب وللبنات، وكيف كيف كأس العرب لنفس الكاتيجوري. وبعد هذا ان شاء الله نرجعوا لبطولة تونس في شهر سبتمبر ان شاء الله. انا هزيت البطولة العربية 2022 بطل العرب، واخر فترة منذ 3 أسابيع فزت ببطولة الأردن، لعبت فيها 11 تحت الصفر. وهزيت البطولة تونس اللي قامت في اللاسيغال تبارك بطل تونس. فزت 5 مرات في بطولة تونس، 5 سنوات، إن شاء الله من أحسن إلى أحسن. بون فرحانين برشا اليوم، هذه 5 كوب على التوالي والسادسة في تاريخ الجمعية. وعندنا أحسن لاعبين موجودين في تونس كيما الياس برغومي اللي هو أحسن لاعب عرفته تونس يومنا هذا. الريزولتا هذايا سني با ان ريزولتا باغ ازار، هو نتيجة عمل متواصل. الفريق نتاعنا اليوم أصغر واحد عمره 14 سنة وأكبر واحد عمره 70 سنة، معناها في تقريبا الأعمار الكل متكامل. بالنسبة للديرولمون دو لا كوب سي تري بيان باسي في ظروف عادية، فرحانين. وإن شاء الله توا قاعدين باش نحضروا للكوب جون اللي هي باش تقع في الحمامات يوم 15 من الشهر هذا، 15 جوان.